اهلا بيكم. مبسوطه جدا انا معاكم هنا في عمان. جوك دي اكتر كلمه عرفت اتعلمها يعني. وانا جايه لكم قلت لازم اعرف كلمه اردنيه اقولها لكم. انا عندي سر عاوز اقول لكم عليه. انا حامل. مش بس كده، اول ما عرفت ان انا حامل ابتديت اجيب كل الكتب اللي لها علاقه بالحمل. what to expect when you're expecting, what to expect before you're expecting, what to expect during your expectations, what to expect throughout the expectations. كل expectations اللي في العالم ابتديت اقرا فيها. استغربت قوي لقيت حاجات كتير في كتاب ملهاش علاقة بيا قوي، يعني أنا شخصيا ما بمرش بيها. زي مثلا يقولك إن الحوامل بيريلوا، عندهم سلايفا يعني كتيرة. ده مش صحيح خالص، يعني عمري ما ريلت ولا قبل ولا بعد. يعني يقولك إن الحوامل يحسوا زيادة عن اللزوم، يعني سنسيتيف في حاجات، وممكن في حاجات تضايقهم. يعني مثلا لو انتوا اتنين قاعدين اهو تتكلموا مع بعض، لو انا من نوع الحوامل اللي بيتأثروا ممكن افتكر ان انتوا بتتكلموا عليا، بس طبعا انا مش كده، فانا مش هفتكر ان انتوا بتتكلموا عليا. مش انتوا مش بتتكلموا عليا صح؟ اوكي. طيب، جوزي مستحمل كتير، يعني موضوع الحمل ده الحمد لله هو يعني قادر يستوعب. فلما بنزل مثلا اعمل شوبينج، شنط كتير، ما حامل لازم يستحمل. برجع مثلا البيت الساعة 3 الصبح، خروجه مع اصحابي، ما بيتضايقش عشان عارف ان انا حامل، فمحتاجة اعمل كده. بس في حاجات تانية بقى ما بيقدرش، يعني هو يعني تقريبا الكلام ما بتفهمش يعني ايه ست حامل، مش في بالهم ان في حاجة جوه بطني بتكبر. فكنا نايمين مرة لسه قايمين من النوم، ظهري بيوجعني قوي. قال لي انا كمان ظهري بيوجعني قوي. قلت له انت يعني ايه، في ايه؟ قال لي انا كنت في الجيم وبجري، انت اللي في ايه ظهرك بيوجعك ليه؟ قلت له لا مفيش، يعني في بس بني ادم جوه.